يلا بينا نعمل مع بعض كيكة الموز بطريقة جديدة ومختلفة. أول شي بنجيب بولة مناسبة بنزل فيها بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، نصف كوب سكر وملعقة صغيرة فانيلا، وبالمضرب الكهربائي بضربهم على سرعة متوسطة ثم عالية حتى يفتح لونهم ويصيروا معي بهالقوام الكريمي الفاتح. بعدين بضيفلن نصف كوب زيت نباتي و200 ميلي من عصير البرتقال فريش وبخلطهم شوي حتى تتجانس المكونات. وهلأ إجا دور المكونات الجافة، كوبين من الطحين إلا ملعقة رح استعملها بعد شوي، ظرف من البيكنج باودر ورشة ملح. بنخل المكونات الجافة كتير منيح وبضيف شوية من برش البرتقال أو الليمون، وبالسباتيلا أو المضرب اليدوي بقلب المكونات على مهلي حتى يختفي الطحين تماما. وبنزل بموزتين حجم متوسط مهروسين كتير منيح، وعندي كمان 100 جرام من الشوكولا الغامقة بغلفهم بملعقة الطحين اللي شلتها على جنب من شوي حتى ما يغرقوا لأسفل القالب والكيك بالفرن، وبضيفهم لخليط الكيك وبقلب المكونات مع بعضها البعض. وهيك صار خليط الكيك جاهز. بصبه بقالب مقاس 26 ب 12 سنتيمتر وبدخلهم على فرن محمى على درجة حرارة 180 درجة مئوية مدة 35 دقيقة. وبس كانت هيك النتيجة. لا تنسوني باللايك والسبسكرايب. صحة وهنا.